السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا سارة الفخراني وده اول فيديو ليا على القناة. انا هقدم روتينات ان شاء الله، واكيد مستنية تشجيعكم. وتعالوا بقى اشارككم معايا. النهاردة جبت مشتريات من فتح الله، هشارككم المشتريات بالاسعار. هطلعها بس من الكياس واشارككم بيها. اكيد مستنية منكم تشجيع، مستنية انتوا تشتركوا في القناة عندي عشان نكبر مع بعض ان شاء الله. اول حاجة هوريكم الاسعار دلوقتي. الفرشة أنا كنت جايبة دول اسمها بايو أكتف، الاتنين كانوا عاملين 50 جنيه. والفرشة اللي هي دي كل واحدة فيهم عاملة 50 برضو. وزبادي الأصدقاء جبته من فتح الله ب14 جنيه ونص. والدوبيلا ده اللي هو الدقيق الأسمر ده، النوع ده ممتاز للي حابب ان هو يستعمل. عامل 39 جنيه. والشاي اللي هو ده صغير، شاي العروسة 100 جرام، عامل 22 جنيه. ونوع زيت الزيتون ده انا بستعمله بصراحة جميل وكمان اقتصادي. ده 500 جرام، 500 ملي، عامل 100 جنيه، 103، عامل 103. ونوع الخميرة دي اللي هي بيكر دريم ودريم، برضو جميلة جدا طبعا. دريم معروفة، ب4.75، ب4 جنيه 75 مظبوط. ودلوقتي البيض عامل، كرتونة البيض عاملة 130 جنيه. ده بيض أبيض، بيبقى مغلف كده من فتح الله. والجزر ده تقريبا 700 جرام ب15 جنيه. وكمان بجيب الشوفان اللي هو بالوزن، بيبقى ممتاز، ده تقريبا كيلو إلا حاجة بسيطة ب51 جنيه. والليمون الطبق ده عامل 15 جنيه، يعني يعتبر كويس. وطبق البتنجان ده أنا جايباه بس عشان أعمل بيه سلطة، تقريبا عامل 17 جنيه. ودلوقتي تعالوا اشارككم بقى طريقة الفراخ اللي انا بعملها صينية في الفرن، تحفة جدا ان شاء الله هتعجبكم. بطريقة بسيطة خالص. كل اللي انا هحتاج لوراك، وهحتاج لتوم، وهحتاج بهارات فراخ وملح وبابريكا وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر وزعتر. وعندي بصل وصلصة ومية وبطاطس وفلفل كوبي. كل اللي هبدأ ان انا اعمله دلوقتي، هحط البصل وهنزل عليه بالثوم والتوابل. يعني اول حاجة هنزل بالتوابل، بعد كده هنزل الثوم وهدعكهم كويس جدا في بعض. ده بيخلي نكهة الأكلة بتبقى رايحة في حتة تانية. يعني لما بدعك التومة كده بالبهارات، سوري، البصل بالبهارات، بيبقى طعمها خطير، بتفرق يعني، جربوها. وبعد كده بدعك الفراخ من جوه ومن بره وتحت الجلد وكله. ويعني اللي حابب يسيبها طبعا اكيد في تتبيلة شوية، ده يبقى افضل. اللي حابب ان هو يعملها على طول ويحطها على الفرن على طول تدخل، تمام برضو، على حسب اللي انتوا بتفضلوا. بس هو الافضل طبعا ان احنا نسيبها شوية في التتبيلة تشرب من نكهة التوابل اكتر. وبعد كده هدهن الصينية بشوية سمنة، دي بس كل السمنة اللي انا هستعملها. مش هحتاج ان شاء الله ان انا احط سمنة اكتر من كده، لان الدهن بتاع الفراخ موجود فيها عليها، مش التهوش اللي هو الجلد. هنزل بالبطاطس دلوقتي واحطها، واروح جاية حاطة عليها بقى الفراخ والفلفل الكوبي. وهنزل البصلة بتاعتها في جواها. يعني البطاطس هتاخد بقى من نكهة الفراخ والبصل. دلوقتي هزود لها الصلصة، هحط لها حوالي كوباية مية يعني صغيرة، حوالي كوباية مية. ومش هحط بقى لا ملح ولا فلفل، هستكفي بالبهارات، هي تمام جدا كده. هنزل بالبهارات كلها، سوري، بالصلصة. هي هتستوي من المية اللي بتطلع من الخضار ومن المية الكوباية اللي احنا حطيناها، مش محتاجة اكتر من كده. وهيطلع لها صوص كمان وهتبقى جميلة. دلوقتي هحط لها ورق الزبدة، هبله بس بشوية مية، وهنزل بيه على وش الفراخ
عشان يبقى هو اللي بيلامس الفراخ الورق الزبدة. تمام. وبعد كده بقى هحط عليها الورق الفويل، بس انا مش عارفة ليه عمل كده اللون ده. لو حد يعرف يقولي في التعليقات. هقفل بطبقتين من الفويل مش طبقة واحدة، يعني اقفل كويس جدا، وهحط طبقة تانية من الفويل عشان بس نكمر الفراخ فتستوي احسن. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة. بعد الساعة هنكشف الغطا وعشان الوش يتحمر. ودلوقتي بقى بعد ما طلعت معايا من الفرن شكلها جميل جدا ومتحمرة من على الوش وتحفة، وكمان دايبة خالص. يعني بصوا اللحمة طرية خالص ومستوية، والبطاطس كمان جميلة جدا اهي، يعني ممتازة دايبة خالص. فأتمنى ان انتوا تجربوها الطريقة دي، ان شاء الله هتعجبكم. ممكن نحط جنبها شوية رز بالشعرية ودلوقتي تعالوا اشارككم بقى طريقة كده للي حابب ان هو الصدر والحنة اللي انا بعملهم لشعري. اول حاجة انا جبت هنا 3 بنجرات، قشرتهم، ده القشر بتاعهم، وانا حطاهم في الحلة اللي هناك دي بتتسلق. تمام. البنجر هاخد القشر بتاعه، وهاخد حبة بركة معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة من اللي هو الروزماري، وكمشة بإيدك من اللي هو الكركديه. تمام. كمشة كده بإيدك. اوكي. والبصلاية انا حطيتها بقشرها زي ما هي. كل المكونات دي و7 قرنفلات. المكونات دي ممتازة جدا للشعر، يعني دي رائعة، وكمان تدي الشعر شوية لون احمر، يعني بسيط قوي. هنزل بيهم كلهم في الحلة. انا ما سخنتش المية لسه، انا يدوب شغلت عليها النار، وهحط الحاجة كلها عليها. ودلوقتي هسيبها تغلي لغاية ما توصل نص الحلة. اغطيها واسيبها تغلي لمدة نص ساعة تقريبا، وبعد كده نصفيها ان شاء الله. دلوقتي بعد ما غليت خلاص هنصفيها ونعجن بيها الحنة. دلوقتي انا هنا حاطة صدر وحنة، يعني كمية الصدر قد كمية الحنة. تمام. هنزل بمعلقتين منهم، كل واحد يحط كمية على قد شعره، يعني معلقتين كبار بتبقى بالنسبة لي كفاية جدا، يعني مليانين. تمام. هنزل بقى بالمية اللي هي المنقوع ده، وفوائد طبعا الصدر معروفة هي والحنة. ان احنا طبعا بتملى الفراغات، ممتازة جدا للفراغات، ممتازة جدا الحنة بتقوي الشعراية، بتخليها قوية، يعني متتقطعش بسهولة. تمام. فالفكرة انه احنا نستمر على الروتين ده، يعني نخليه روتين اسبوعي. اما لو عملناه مرة واحدة فمش هيجيب نتيجة. لو استمرينا بقى كل اسبوع مرة لمرتين في الاسبوع هنلاقي نتيجة حلوة جدا، وببهير يطلع وحاجة تحفة بجد. انا مجرباه يعني على ضمانتي. بس كمان في حاجة بالنسبة للصدر، الصدر بينشف الشعر، فالناس اللي بتشتكي انه شعرها بينشف من الصدر تحط معاه زيت. يعني انا هنا بعد ما اعجنها هحط عليها زيت جوز هند. ليه بقى زيت جوز هند؟ لان هو بيطري جدا. زيت جوز هند معروف ان هو بيطري جدا، فالقوام بتاعها ما يبقاش سايب قوي. يعني هنا كده القوام سايب قوي، فانا هزود عليها بقى شوية صدر على حنة، يعني عشان القوام يبقى متوسط. لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف مياني، لا. زودت عليها قد نص معلقة كمان، بس كده. ودلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا هحطها على الشعر، وهسيبها من ساعتين ل3 ساعات زي ما انتوا عايزين. تمام. بس الاول هزود عليها زيت جوز الهند، وبعد كده هحطها على الشعر لمدة ساعتين وهغسلها. هغسلها بشامبو عادي وبلسم ونرطب.
وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا بالروتين. لو حبيتوا الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناة عشان نكبر مع بعض ان شاء الله، وتشجعوني ان انا اعمل يعني فيديوهات تانية كتير بإذن الله. ومستنية دعمكم اكيد وتعليقاتكم، وتقولوا لي رأيكم يعني في الفيديو، ومحتاجين نعمل ايه مع بعض ان شاء الله عشان اتحمس واعمل لكم فيديوهات كتير بإذن الله. وده قوام الحنة اهو، بصوا ده القوام اللي انا وصلت له في الاخر. ده القوام اللي احنا هنعمله. ده القوام بتاعها بيبقى تحفة. والسلام عليكم ورحمة الله.